السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم فصال الجاكيت الصيفي. هاي متر ونص قماش، طبقتها طبقتين، حاشية القماش من هنا حاطتها، حاشية اثنيناتي من هاي الصفحة لاني اساوي القماش هيجي. اجي اقص الظهر مال القميص. اول شي عندي الكتف 19 سنتيم، حافة الردن عندي هنا 15 سنتيم من هنا، ومن هنا عندي كيف وياها، يعني تجي 8 سنتيم. وللمبتدئين جيب جاكيت على قياس زين ويقلبه على القفة يطلع القياس مضبوط. هذا القميص عندي حيل طويل، هذا حسويه شوي اقصر. هاي حافة الربن عندي، يجي منها التخصيبة مال الجاكيت. اجي ابدي اقص. لنا عندنا الحفرة اصبعين بالسنتيمترات، 3 سنتيم واحفرها. عندنا الكتف من هنا هسه على قصة الظهر مال جاكيت اقص الصدر مالته على ما هو مطبوق هيجي ابد ما قماش ما يظل. تجي القصة ايد ورجل يسموها، تجي منها اطلع الكلوشة ومنها الاخر. هلا قلبه على القفة عمود يبين اكثر اوضح. ارجي منها القصة. اجي هنا على حفرة الردن، اجي هنا الكتف عندي انزله 2 سنتيمتر. هذا الظهر كملته. اجي على الصدر، اجي منه احفرها اكثر عمود ما يبوظ. اجي ذباي الحاشية لان شوية متموجة. اجي هنا هالحفرة مال جاكيت اشيل 7 سنتيم او منها انزلها 21 سنتيم، اسويها مسبعة. هسه اجي اقص الردان. هاي الردان نص متر اللي ظلت اساويها واجي اطبقها. هاي منها اريد احط لاستيقة بيها هيجي. اقص هاي الحاشية بالاشبار. عندي 3 اشبارة وعفيها اصبعين للاستيقة اللي تسوي بيها كفة ولاستيقة. بالسنتيمترات 65 سنتيم. هاي عندي 65 سنتيم. اجي اطبقها.
نجي هنا احفرها نفس الحالة، احسب 4 اصابع او بالسنتيمترات 8 سنتيم، احط هنا قياس، احط هنا نقطة، اعود اشر احفرها. اجي من هنا اسويها 17 سنتيم، اذا احط لاستيكة اعود خارطة تصير حلوة بيها هيجي، واجيها بس الزايد اجي احطها عليها هيجي، اخذ الامام اكثر، هاي الامام عندي وهي الامام تجي وذيك الخلف اشوفها. هسه كملت فصالة، هسه اشوفكم خياطة. هسه نقص اللاستيك لابدن على قد المقصم مال الايد، ناخذه هيجي طيبي مجال شوية عمال الخياط، نجيبه بدن من خيط اللاستيك، بعدين ارجع من هنا بعدين ابدي اسحب اللاستيكة. بعدين خيطانية هذا الشكل ما بدن، كمل البدانات نفس الشكل اثنيناتهن. هسه اطبق الكتف ويا الظهر، عقل بايج الكتف اطقه من ناحية بعد، عندي هاي الوصلة راح اسوي مثل الكفة للدلعة هنا على السبعة مالتها، احطها من هنا من الحافة هاي قصيتها مال الدلعة مالتها، وابدأ اخيطها. هاي من كملتها اجي هيجي اقلبها واخيطها. هاي الوصلة اقلبها، هاي من هنا اطبقها هيجي اصبع من كمان
هاي من كفيتها اكف الجهة اللخة همينة نفس الحالة من هنا. لم اخذها هيجي اصفع. هسه اطبق ابدا، اطبقها هيجي. شوف الوسط مالتها احطها على الخياطة هنا، افور ابدا هيجي تجي مضبوطة. هسه راح اطبق الجاكيت من نص صفحة، نبدي من الردن والصفاحي. اعوف ابي اسوي بيه فتحات من الصفحة، كل فتحة قياس 25 سنتيم. هسه راح اقصه من قدام، ورا ما خيطته من الصفاحي وسويت فتحات منا فتحة، كل فتحة 25 سنتيم. اجي اريد الامام اقسمها عن اللي ورا، احسب 15 سنتيم واشر واقوسها هيجي، تصير من امام قصير شوية من ورا اطول. هذا شكله. نجي على الخلف بس اعدل هذا الزايد. بقى راح اكفه هيجي بس اصغر، يعني كفه اصير صغير احلى بالقميص اذا بيقصه هيجي، حتى الكلوش هذه فيصير الكفه بيه احلى. فاجي هنا كفه بس اصغر. اقص هاي ما تصير عندي منا ومنا بهذله. اكف هاي اللخة. وما كملت الكفة اخيط منا ومنا الفتحات هيجي. بقى عندي هيجي هاي الحاشية اللي قصيتها، راح اسويها شلون الشدة بيه الامام الجاكيت. اطبقها هي اصبع عرضها، بقى طابقتين تصير هيجي شلون شريط رفيع. واخيط وما كملته هذا الشريط اللي سويته، اجي على السبعة، نهاية السبعة راح اخيطه من هنا هيجي بدي خياطين. الجهة الثانية نفس الحالة نسوي خيطان اللف عم يصير شدة. اجي هيجي من الكتف للكتف، اجي هنا اشكل القيطان الثاني.
هسه كملته، وهذا الشكل النهائي للجاكيت. اتمنى يكون عجبكم المقطع، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ودمتم في امان الله.